السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هعمل النهاردة قرص ان شاء الله هتعجبكم. قرص بالسمسم اللي هي بتاعة الفرنة، ان شاء الله هتبقى حلوة بإذن الله، وهتعملوها احلى كمان من ان انا بعملها. ان شاء الله اقول المكونات بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دلوقتي هنجيب كيلو دقيق. هنعمل كيلو دقيق. هنعمل بقى كوبايتين ميه دافيه عشان احنا في الشتاء. في الصيف ميه من الحنفيه عادي. ونص وكوبايه الا ربع سمنه على زيت. ممكن البديل زبده على زيت، ممكن لبن رايب، ممكن لبن. نص كوبايه سكر عادي، سكر عادي حبايبات اهو، سكر عادي نص كوبايه. خميره، معلقه صغيره ملح، لبن بودره، يعني ممكن لو في سايب عندكم يبقى معلقتين كبار، وفانيليا. طبعا دلوقتي انا عايزه اجيب حاجه بقى اهي. الطبق بتاعنا احط فيه الكوبايتين الميه. انا معرفش بقى الطبق دي هيكفي ولا لا. احط فيه السكر، واحط فيه الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللبن دافي معانا، بس هقلبه كده. ما شاء الله ان شاء الله تبقى حلوه. طبعا الشتاء عايز قرص، عايز حاجات بتاعه الفرن، فطبعا احنا بننزلش بالليل، فعايزين حاجه تبقى ايه معانا عندنا في بيتنا في متناول الايد يعني. فبنجتهد مع بعض يعني. هنقلبها كده كده كويس. هجيب المضرب واضربها. بحطها في حله حاجه غويطه يعني، بنقعد نقلبها كده كويس علشان كلهم متجانسين مع بعض. السكر مع الخميره مع الميه. الميه طبعا فتره بس اهي عملت معانا ايه فقاعات حلوه كده. يبقى ايه خميره حلوه ان شاء الله. بس احنا بقى هنجيب ايه؟ هجيب بقى الحاجه اللي هعجن فيها. انا جبت اهو. انا البايركس ده هعجن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت فيه كل السوائل. المهم تقلبي كويس اهي. نحط بقى السمنه مع الزيت. هضربها بقى كويس كده. ضربت كده كويس. حط دقيق. ده كيلو دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اي دقيق مغلف عندكم. حط عليه لبن. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وفانيليا وملح. قلب كله مع بعضه. حطيت كل السوائل. طبعا الميه هي عايزه ميه تانية، فده بقى ده بتاعكم انتوا بقى يعني.
المقادير بالظبط انا هقول لكم بعد كده هي خدت قد ايه. طبعا انا حطيت كوبايتين ايه، كوبايتين ميه، هي هتاخد تاني طبعا. فانا هنحط المقادير كلها مع بعض كده. بس احنا بقى هنحطهم كده مع بعض كده، ونقعد نعمل بايدينا، طبعا ايدينا نظيفه. نحط حبه ميه حبه حبه لغايه ما نشوف العجينه هتبقى عامله ايه معانا. موضوع مش صعب، ما تخافوش، بس اللي اول مره بيعمل زي كده، انا مش هقول لكم يعني ان انا استاذه يعني، احنا بنعمل مع بعض وبنشجع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الحاجات دي حلوه في البيت يعني بصراحه، فيها بركه والحاجه دي لما بتتخبز نعجنها وكده. اللي عنده طبعا عجان، انا ما عنديش عجان، اللي عنده عجان طبعا بيبقى سهل عليه. اهو كده نحط ميه تاني، يعني يبقى معانا ميه كده جنبنا ونحط تعجنوا كده. الحاجات دي في البيت بتبقى جميله وريحتها حلوه قوي في البيت، اي معجنات. المهم ان هي العجينه ما تبقاش ناشفه ولا طريه قوي، تبقى بتلزق شويه عشان تبقى القرص طريه، ما تبقاش ناشفه. تعجني كده. الرحيم. يا رب يكون فيديوهاتي بتكون عجبتكم، وما اكونش ابقى تقيله عليكم، يعني ضيفه تقيله عليكم، ابقى خفيفه كده وحلوه. طبعا احنا بقى عارفين بقى بايدينا كده، يعني بنبقى عارفين بايدينا لما العجينه تلم معانا. نحط حبه ميه كمان، لسه ما لميتش ميه، حبه حبه صغيرين، وفي الاخر هنعرف قد ايه خدت قد ايه ميه. المهم تتعجن حلو، خدوا وقتكم في العجن. فانا هسيبها شويه كده قبل ما اعجنها خالص، علشان كأنك عجنتيها كتير، يعني سيبها شويه كده 5 دقايق. بس سبت العجينه شويه 10 دقايق، غسلت المواعين، عجنها تاني بقى. طبعا اتفقنا ان ايه، ان العجينه تلزق معاكي، تلزق معاكي. طبعا هي لسه ما اتعجنتش لسه، عايزه تعجن جامد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عجنها كده حبه حلوين. عجنها حبه حلوين، هعجنها طبعا حبه حلوين كده، مش عايز اطول عليكم عشان الفيديو ما يطولش معانا، عشان فيه خطوات كتيره. وبعد كده بص ملزقه معايا، طبعا انا عايزاها ملزقه شويه كده، وهرجع لكم تاني. انا بعجن اهو، قلت اوريكم بعجن على الرخامه، عشان عايزاها تتعجن حلو، عشان ايه، يبقى فيها عرق كده، وتبقى ايه، هشه. طبعا الميه اهي، دي كانت كوبايه تانية، هي يعني كوبايه تالتة، كنت حاطين 2 مع الخميره، ودي كوبايه تالتة بس فاضل منها ايه، حبه اهو. طبعا دي غير التاني، عشان كده مفيش مقدار بالظبط، يعني تحط كوبايتين مع الخميره وايه، وتحط كوبايه جنبك بقى، تشوفي عايزه ايه، انت تعرفي بايديكي بقى. طبعا لاول مره زي ما انا بقول لك اهو، الكوبايه فاضل منها يجي مثلا معلقتين كبار ميه. نعجنها بقى كده حلو. طب هي ملزقه ازاي، انا عايزينها ملزقه، تعجن حبه حلوين كده. الرحمن الرحيم. اهي بس هعجنها كده شويه كمان 10 دقايق، وبعد كده هحطها في حاجه واغطيها، احطها في الفرن، عشان الفرن دافي واحنا في الشتاء، لكن في الصيف بتخمر بسرعه. نعجنها كده جامد،
واوريكم هي وصلت لايه. هي بص اهي وصلت لايه، بس لسه شويه. عجنتها لما ايه، لما قالت خلاص الحقوني بقى. جبت حبه زيت اهو هعمل بيها ايديا. جبت الحله اهي، هرش عليها حبه زيت. ايديا ملزقه من المطرح العجينه، لازم تبقى ملزقه اهي. هلمها بقى اهي اهي، ملزقه اهي، ايديا ملزقه. انا عايزاها كده. هحطها بقى فين؟ هحطها في الحله واغطيها. حاول احطها في الفرن اهي. اهي معاكوا اهي. اغطيها بقى بالغطا، بس هسيبها بقى مثلا ساعة، نص ساعة، اشوف على لغاية ما تخمر. بس العجينة خمرت معانا، هوريها لكم اهي. بسم الله ما شاء الله. العجينة دي تنفع لأي حاجة، لبيتزا، لأي حاجة يعني تحشو فيها جبن، أي حاجة أي حاجة. عجين. نجيب بقى ايه، أي حاجة تعملوها آه هتنفع أي عجينة. ندهن زيت اهو، نعمل كده بقى، نلمها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نهبطها الأول اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بقى يعني ايه مش مخمرينها قوي، ممكن كانت تخمر اكتر من كده اهي. هبطت خالص اهي. طبعا الرخامه نضيفه كده، حبه زيت صغيرين عشان ما تلزقش اهي. نشيل دي بقى اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هنقسمها بقى اتنين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نحط دي على جنب كده دلوقتي، نغطيها بحته كيس. دي بقى هنجيبها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقسمها يعني كور، مش كبيرة ولا صغيرة اهي، مش كبيرة ولا صغيرة. اهي نقسمها، نعملها كور ونحطها في الصينية. جبت صينية حطيت عليها كيس بتاع تلاجة ورشيت عليه حبة زيت. اقول لكم خطوة خطوة عشان لسه اللي يعني بيقول بسم الله الرحمن الرحيم عجين، يعني اول مرة يعجن وخايف، ما تخافش، ما فيش حاجة تخوف، واحدة واحدة. بس كده نحطها هنا. نعمل بقى ايه كده زي ما ايه، نحطها هنا كده، هنرصصهم بقى جنب بعض. بس عملتهم كلهم وغطيتهم بكيس بلاستيك اهو اهو. هسيبهم يريحوا شويه عقبال ما احضر بقى الحشوه بتاعتنا اللي هي السمسم والسكر. جبنا نص كوبايه ميه، هنحط عليها 3 معالق صغيره سكر. نقلبهم كويس. ونحطهم هنا.
هتشوف انا هعمل ايه دلوقتي. بس هنجيب بقى، احنا جبنا بقى سمسم اهو، اهو معايا، جبت كوبايه سمسم. بس هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ جبنا سكر عشان الحشوه، هتحطوا سكر وبعدين تغمسوها في الميه ام سكر، وبعدين تحطوها في السمسم. العجينه بتاعتنا اهي بقى لها مثلا 5 دقايق 10 دقايق، ريحت شويه. نجيبها كده، طبعا الرخامه نضيفه، نفردها كده اهي. نحط فيها معلقتين سكر ونقفلها كده اهي، شايفين معايا؟ احطها هنا شويه لغايه لما ايه، نجيب الصينيه اهي، هرشها. طبعا كل ما ناخد عجينه نغطي بالبلاستيك، الكيس البلاستيك. هرش هنا زيت حبه صغيره بس كده. بس هسيبها على جنب بقى عشان احط فيها القرص. طبعا اهي، اهي ميه بسكر اهي، بعدين نعملها بالسمسم، بعدين اوريكم كام واحده بس كده. بس احطها هنا بقى وندوس عليها كده، مش قوي، وندوس عليها قوي، يعني لا رفيعه ولا ايه تخينه قوي كده يعني. بس اهي ندوس عليها كده بس كده. هي لسه هتعلى عشان الخميره. سيبها هنا. نعمل واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. نحط السكر ونقفلها كده كده بالراحه. بعدين نغمسها في الميه ام سكر، بعدين نحطها في السمسم نحطها في الصينيه اهي، ونسيب مسافه ما بين واحده والتانيه اهي كده. ونعمل بقى لغايه اما نخلص كله ونسيب مسافه بس كده، ونسيبها بقى. نعمل الباقي، هعمل الباقي واوريهولكوا في الاخر. عملت الصاج الاولاني اهو زي ما انتوا شايفين، هسيبه بقى وهعمل الصاج التاني اهو. اي صاج عندك رشيه زيت او حته منديل فيها زيت ومسحيه بس كده. طبعا انا مغلفاه بالكيس عشان ايه وشه ما ينشفش. بجيب العجينه اهي، نجيب السكر احطه في ايديا بقى كده، واجيب السكر كده معلقه 2 واقفله كده. قفلته حلو، اعمل له زي حزمه كده مقفول حلو. الميه بسكر الاول وبعدين السمسم، بعدين اجيب الصينيه
وبططها بقى كده كده، واسيب ايه مسافة بس، واعمل اللي بعده بقى. اخر واحدة قلت اعملها معاكم. حط السكر، معلقتين سكر، معلقة ونص، زي ما انتوا عايزين. اهي تتقفل كده بالراحة بالراحة، تقفل كده اهي. نتأكد ان هي اتقفلت عشان ما تسحش السكر، ما يسحش ويبهدل لنا الدنيا. ونغمسها في المية مسكر ونحطها في السمسم اهي. نحطها في الصينية اهي، ونبططها كده جامد. بس ايه يعني، ما نخليهاش قوي يعني مبططة قوي، نفردها بس كده بس. هي بقى هتخمر، نسيبها بقى شوية. انا بقى عملت ده اهو. كام واحدة ما شاء الله؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 دول من كيلو دقيق. فهنحطهم بقى في مكان دافي ونغطيهم شوية، مثلا ربع ساعة، وبعدين نشغل الفرن عالي قوي، نحطه على الشبكة. نقعد نقلب فيه كده، ولما نلاقيه احمر من تحت نشغله الشواية. لو هو الفرن بتاعكم فوق وتحت يبقى ايه، شغله فوق وتحت على طول. فهسيبه بقى يخمر بس كده. ابو اسلام، الحاج ابو اسلام جوزي جاي يسلم عليكم، هو لسه جاي من تحت، كان بيصلي العشاء. بيسلم عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ منورينا. عاملين لهم معجنات. عامله لكم معجنات، وانا بدي وانا جايب لها ملبسه اهو ها، عشان تظبطكم. بص وانتوا بقى بملبسها ايه، تابعوها. هو بيعاملني كأني صغيرة يعني. وانتوا بقى تابعوها. اه والله ايه، تسلم ايديك يا حاج. تابعوها ونشطوها يعني. لا هم ناس كويسين والله، اخواتي وحبايبي. مش عايزين نطول عليكم بقى. باي. السلام عليكم. هنخمرها بقى العجينة، وبعد كده شوية كده نحطها في الفرن واوريها لكم بقى بعد ان شاء الله ما تتعمل. طلعتها من الفرن اهو، قعدت تلت ساعة اهي، ما انتوا شايفين اهو. والصاج التاني اهو، الصاج التاني. مش عايزه اطول عليكم، طولت عليكم الفيديو، بس بصراحه يعني كل خطوه لازم تعرفوها بتتعمل ازاي، عشان لاول مره يعني، اللي بيعمل لاول مره يعرف. الصاج التاني اهو، اتنين اهو. عملنا شاي بلبن وشاي ساده اهو. هوريكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قعدت تلت ساعه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين معايا اهي اهي قدامكم اهو. السكر اهو، وطنية خالص اهو، والسكر في النص اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما اكل كده. احنا جميلة قوي ما شاء الله. يا رب ان شاء الله هتعملوها احسن من ما انا عملتها كمان. تنفع عشاء، تنفع فطار، اي حد جايلكوا. جميله بصراحه في اي وقت. لو فات حاجه تحط في الفريزر لما تبرد في اكياس. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو، وتشيروا لحبايبكم. واللي ما اشتركش في القناه يشترك. معلش طولت عليكم، بس بصراحه علشان الخطوات لازم بالظبط. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.